خليني اقول لك ان في ناس فاكره ان الفوتوشوب ده لتعديل الصور بس. لا لا لا، يعني الفوتوشوب ده عالم لو دخلته صح هتقدر تعمل اي حاجه تخطر على بالك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في قناه جرافيكروسوفت. الناس بتخاف من برنامج الفوتوشوب عشان بيكون شكله معقد شويه، بس لما تفهم فكرته الاساسيه هتروح بيه في مكان بعيد قوي. الفيديو ده هيفهمك الاساس اللي يخليك تبدا صح، مش مجرد حفظ ادوات، لا ده هيفهمك اللعبه صح. ويلا بينا نبدا على الشرح. نسيت اقول لك في تريكه حلوه قوي في اخر الفيديو هتعجبك. بص بقى يا سيدي، الفوتوشوب ليه اكتر من طريقه في التحميل، او مجموعه الجرافيك عامه ليها اكتر من طريقه في التحميل. اول طريقه وهي اللي غير مشروعه اللي احنا عارفينها، تاني طريقه وهي المشروعه اللي احنا مش عارفينها لاننا ما بنحبش ابو فلوس. بس صدقني انا طول عمري بستخدم الطريقه اللي احنا بنحبها، بس اول مره اجرب الطريقه اللي احنا ما بنحبهاش وحقيقي فرقت معايا جدا. تعال افهمك يعني ايه. بص يا سيدي، انت طبعا بيكون عندك مجموعه الادوبي كرييتيف كلاود، دي مجموعه لازم تشترك فيها عشان تاخد كل البرامج دي كامله بادوات. يعني ايه؟ يعني عندك دلوقتي في 2026 اللي احنا داخلين عليها كميه ادوات ذكاء اصطناعي اتضافت في البرامج بطريقه غريبه جدا، فعشان تستفاد من الادوات دي لازم تخش بالاشتراك، لان للاسف النسخ المتكركه ما ينفعش فيها ادوات الذكاء الاصطناعي لان هي بتكون متوصله بالاكونت اونلاين مباشر. طيب خلينا في شغلنا ونبقى نفهم القصه دي بعدين. هنفتح برنامج الفوتوشوب. شوف بقى يا سيدي، البرنامج اول ما بيتفتح معاك بيبقى بالشكل اللي انت شايفه دوت، بس من غير كل ده كله عشان انا طبعا في الخدمه المدفوعه فظهر كل ده، انما انت في الخدمه المجانيه يظهر لك الريسنت بس، وطبعا دي هتكون فاضيه لان دي المشاريع اللي انا استخدمتها قبل كده واشتغلت عليه. طيب زي ما احنا متعودين انا بخش معاك في الشرح العملي على طول، مفيش هري ملوش لازمه. طيب هتفكك من كل دوت وتدوس على نيو فايل، هيفتح لك القائمه دي. الحته دي هتكون عندك فاضيه، وطبعا من هنا المقاسات الجاهزه لو انت عايز تطبع على ورق A4 A3، يعني سيبك من كل دوت. احنا هنخش على طول على هنا ونختار البيكسل، وهنا هنحط المقاسات اللي احنا عايزينها. طبعا اي مقاس انت هتعوزه هتخش على جوجل وتكتب مقاس ايا كان صمم اليوتيوب، هيديك المقاس هنا 1280 في 720. هتروح جاي هنا هتكتب 1280 في 720. طبعا هتختار العرض، خلي ديت دايما على البيكسل للانش، وتخليها 300 RGB و8 بت. هفهمك كل الحاجات دي بعدين، خلينا بس في الشرح على طول دلوقتي. هندوس كرييت، هيفتح معاك بالشكل ده. دي الادوات اللي معظم الناس بتخاف منها، يقول لك ايه يا عم الشكل ده، انا مش فاهم حاجه، ايه كل الادوات دي؟ فكك من كل ده، لان انا شخصيا ما بستخدمش اللي يمكن 3 4 ادوات من كل دوت اللي بعمل بيهم كل الشغل، وافهمهم لك برضه. الباقي كله صدقني انت هتيجي جنبه قليل قوي ومش هتحتاجه اصلا، لان الاي اي حرفيا ما خلاكش محتاج حاجه. خلينا نجيب صوره بس الاول. حطينا صوره دلوقتي على الفوتوشوب اهو. اغلبيه الادوات اللي انت تستخدمها التحريك، ان انت تحرك الصوره، ودي اداه سيلكشن ان انت مثلا بتحدد بيها الجزء دوت تاخد منه كوبي اهو. خدت كوبي من الجزء ده ان انا اديت سيلكشن. انا بختصر على قد ما اقدر عشان الفيديو ما يطولش، واحاول اديك المفيد وانت جرب. وانت بتجرب ايدك لو جت في الحته ديت واتخرتها مثلا، او انت بوظت الكلام ده كله خالص، هتيجي هنا عند الايقونه دي وتختار حاجه اسمها ريسيت اسينشالز، هترجع لك كل حاجه زي ما كانت. اي قائمه هنا مش ظاهره عندك بتجيبها عن طريق كلمه ويندو، بتختار التبويب بتاع ويندو بينزل منه الادوات، بتختار منها اللي انت عايزها. اعتمادك كله في البدايه عشان تتعلم الفوتوشوب هيكون على حاجتين او ثلاثه: اداه التحريك عشان تحرك العناصر براحتك، واداه التكست، وممكن الشيبس. طيب انا عايز اضيف عندي صور هنا، قدامي طرق كتير قوي، بس انا زي ما قلت لك انا هديك المختصر. بليس امبيدد دي انا بقول له حط لي الصور دي على نفس الصفحه اللي انا فيها دلوقتي، او اجيب الصور نفسها من عندي على الكمبيوتر واحدد واسحب على الفوتوشوب. طيب انا اخر صوره حطيتها غطت كل الصور اللي تحت منها. ده ليه؟ ده عشان الفوتوشوب بيتعامل بحاجه اسمها طبقات اللاير، كل ما اللاير يكون فوق كل ما يكون هو اللي باين في الاول. انا اسحب اللاير ده تحت خالص عشان يبقى اخر حاجه تحت بقى معايا بالشكل ده. ابتدي اسلكت الصوره اللي انا عايز اصغرها او احركها او اعمل فيها اللي انا عايزه، كنترول تي عشان اتحكم في الحجم، تخيرها على جنب كده تمام. اجي على الصوره اللي بعدها بدل ما هي فوق انزلها تحت عشان تبقى تحت الصوره بتاعت الفوتوشوب. وادي كلمه الفوتوشوب عندي، اقدر امسكها هي واللاين، كنترول تي اكبرهم مع بعض. عايز اغير اللون بتاع التكست ده هعمل عليه دبل كليك وهتلاقي هنا باليتة الالوان، او من تحت عندك في الشريط ده هتدوس هنا وتختار مثلا اللون الابيض وكده تمام. وطبعا لو عايز تغير الفونت برضه دبل كليك وغير من هنا الفونت اللي انت عايزه، او هتلاقي عندك هنا الخطوط اللي متسطبه اوريدي عندك على الجهاز. وممكن انت طبعا تضيف خطوط تانية عن طريق انك تخش على جوجل واكتب خطوط عربيه مثلا، وتخش هنا هتلاقي عندك خطوط كتير قوي، حمل منها اللي يعجبك. طيب لو عايزين نعلى بالليفل شويه ونخش في الاجمد شويه، هتلاقي عندك اداه تحت هنا اسمها اف اكس، دي بقى هتوديك في حته تانية خالص. بص انا كده هبتدي العب في الكلمه بتاعت فوتوشوب. بيفل دي بتعمل زي 3 دي كده في الكلمه، او ان كان اللي انت تستخدم عليه البلندنج اوبشن دي. البيفل دي هي اللي بتعمل
3D كده للكلام او الصوره. الستروك هو اللي بيدي خط على اطراف الكلام. طبعا اتاكد ان هي على الاوت سايد، لان لو انسايد هيعملها جوه الكلمه مش بره، فانت دايما خليها على الاوت سايد. وبعد كده هتلاقي عندك كلر اوفرلاي، ده لو انت عايز تغير شكل اللون بتاعك بشكل مباشر على طول. هتلاقي عندك هنا برضه اوتر جلو، ده اللي بيعمل التوهج اللي بيطلع من الكلمه او الصوره. عندك دروب شادو، وده اللي بيعمل الظل تحت الصوره، بس طبعا هي مش هتبان هنا قوي، ممكن تبان لو في خلفيه بيضاء او خلفيات فاتحه شويه. طيب هنعتمد على كده عشان وقت الفيديو، وممكن نيجي عند اللاين دي نضيف لها اوتر جلو، نغير اللون بتاعه كده مثلا ونخلي لونها ابيض. اوكي. طبعا انا بحاول اشرح بسرعه عشان ما اطولش من وقت الفيديو، فمش مهتم قوي بان انا اطلع حاجه قويه على قد ما انا مهتم اقول لك دي بتعمل ايه. طيب خلصنا على كده؟ اكيد لا. في عندك هنا تحت برضو الادجستمنت لاير، ودي بقى قصه ثالثه خالص، دي اللي بتخليك تلعب في الالوان والشاربنس بتاع الصوره والكونتراست والساتوريشن، اي حاجه ليها علاقه بالتشبع بتاع الصوره. هنجيب ديت مثلا كده قبل وكده بعد. طبعا انا عارف ان هي مش اقوى حاجه، بس عشان انا احاول اختصر معاك الفيديو واقول لك هي بتعمل ايه. وطبعا في حاجات تانية جامده كتير قوي في الادوات اللي هنا دي. طيب هو ده كده كل حاجه؟ احنا كده خلصنا الفوتوشوب؟ اكيد لا طبعا، الفوتوشوب اكبر واجمد من كده بكتير، بس دي مجرد اساسيات انا بحاول اقولها لك، وهي دي طبعا يعتبر اساسيات التحريك، ازاي تحط الصور وتحركها وايه الادوات اللي انت بتستخدمها في الاغلب يعني. لكن هو ما بيقفش على كده، طبعا في حاجات اجمد بكتير جدا. وبص بقى التريكايه ديت، لو دخلت على الشات جي بي تي وكتبت له الكلمتين دول قلتهم له، هتلاقيه يبتدي يقول لك بريف. حرفيا انا اغلبيه الشغل اللي بعمله من الشكل دوت. مش شرط ان انا اعمل شغل عميل حقيقي، على قد ما انا اتعلم اكتر واكتر واطور من نفسي واخد فعلا بريف اكني شغال مع عميل بجد. وبعد ما تخلص معاه اللي هو اداهولك بالتفصيل، هتبعت له التصميم اللي انت عملته، هيقول لك مشكلته ايه وايه احسن، وهيطوره لك من ناحيه كل حاجه. فلو انت لسه في البدايه بتتعلم، خلي دايما الشات جي بي تي يبعت لك البريف وانت طبق وبعته له، لان ده هيفرق معاك قوي. واي جزء تعطل فيه اليوتيوب ما خلاش. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وسبسكرايب، واستناني في الفيديو الجاي عن الاستريت. ولو عايز تعرف منتجنا الفيديو ده ازاي، اتفرج على الفيديو اللي فات، هتلاقيه عن البريمير، هسيبه لك هنا تقدر تتفرج عليه. سلام.